لحد ما اتفاجئت من الخبر اللي بابا بيقوله لي بإن بابا عايز يجوزني علي. فقمت وقلت له مش معنى انا يا بابا اللي هتجوزهولي، ما في اختي اللي اكبر مني واللي اصغر مني. فابويا رد عليا وقال لي اختك الاكبر مقري فتحتها على ابن عمك والدور عليك انتي في الجواز، وما تخافيش يا بنتي انا مش هجوزك اي حد، علي شاب امين ومحترم وشكله يا بنتي مثقف. والاغرب بقى اني لقيت امي كمان مرحبه بالموضوع وقالت لي جوازه مباركه يا بنتي. وفعلا تمت خطوبتنا وابويا جهز له شقه فوق السطوح عشان نتجوز فيها، وبعد كام شهر فعلا اتجوزنا. وفي ليله الزفاف كنت خايفه منه ولا عايزه اكلمه ولا عايز يقرب لي، علشان فتره الخطوبه كانت قصيره وما كنتش بقعد معاه ولا بتكلم معاه، علشان كنت حاسه ان انا اتغصبت على الجوازه دي، وكنت شايفه ان مش هو ده الشخص المناسب ليا وان انا كنت ممكن اتجوز احسن منه. علشان كده انا ما كنتش حباه، بس هو صراحه كان رقيق جدا في معاملته وحنين قوي. وعلشان يبدأ معايا الكلام ويقرب لي جاب صينية الأكل وقال لي يلا نتعشى سوا، أنا جعان جدا ومش هاكل من غيرك. وساعتها حسيت بحاجة غريبة كده، حسيت فعلا إن كلام بابا صح وإن هو يتحب من أول مرة. بس كان عندي فضول أعرف هو ليه ما ورثش من ورث أبوه ولا عايش في بيت أبوه الكبير. فسألته هو ليه راضي يشتغل عند حد غريب برغم إن هو عنده محل كبير وبيت كبير يقدر ينام فيه ويقدر يشتغل في محلات أبوه. فلقيته ضحك ضحكة بسيطة كده وراح مأكلني ببقي وقال لي أكيد في وقت هحكيلك فيه كل اللي انت عايزاه. وعدت شهور من غير ما يحكيلي حاجة، بس أنا ما فرقش معايا علشان صراحة كانت معاملته حلوة جدا معايا وكان رقيق وحنين وكانت فيه كل صفات الرجولة، وده خلاني حبيته جدا وأتغاضى عن ماضيه. لحد ما في يوم لقيته جاي بدري من شغله وكان شكله مبسوط وفرحان وقال لي يا ليلى حضري لي شنطة هدومي علشان أنا مسافر يجي أسبوع وادعي لي ربنا يوفقني في السفرية ديت. فسألته أنت مسافر فين ورايح فين؟ فقال لي وهو مبسوط إن عمه بعتله وقال له إن في حاجة أبوك سايبها لك، فأنا يا حبيبتي هروح بسرعة وهاجي بسرعة ومش هتأخر عليكي، ويمكن وأنا جاي أجيب لك الخير كله. وفعلا علي سافر وبعد أسبوعين من سفره رجع، بس رجع وهو مش مبسوط وكان باين على وشه الحزن جدا. فسألته مالك؟ فهو قال لي مفيش حاجة، ما تقلقيش يا ليلى عليا أنا كويس، أنا بس استأذنك أروح المحل لأبوكي علشان بقالي أسبوعين سايبه لوحده. وفعلا سابني وراح لبابا في المحل وآخر الليل رجع. ولما رجع بعد العشاء برضك سألته مالك؟ فقال لي إن هو لما راح لعمه لقاه تعبان جدا، فزرته واستأذنته أروح أشوف إخواتي يمكن يرضوا يدوني حاجة من الورث. وحكالي عن قصة إخواته اللي بعد ما أبوه مات